السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نعملو معنا الجاتو الزمني من غير ماكينة. المكونات بريسك موجودة في كل دار. هذايا الجاتو يجي في الشتاء خاطر لنا باش نعملوه بالعصير البرتقال. كان مش متوفر تنجمو تعوضوه بالحليب من 200 ل 250 جرام سكر حسب الحلاوة اللي تحبوها. انا عندي 160 مليلتر زيت، 160 مليلتر عصير برتقال، 4 بيضات، زوز بكوات خميرة بريسك 26 جرام خميرة، معناتها تنجمو تعملو حتى 30 جرام متسالش. ولنا عندي بكو سكر فاني. نبداو في طريقة التحضير. نبدا نكسر العظمات متاعي. الجاتو هذا صحي وبنين وبالحق ساهل، معناتها لا تستحق ماكينة ولا حتى باش تعبي يديك حتى عجنان ولا حتى شيء. تو باش نصب فوقها باكو سكر فاني. والسكر هذا كما قلت لكم كمية السكر تنجموا تتحكموا فيها انتم كيف ما تحبوا، خاطر كل واحد والحلاوة اللي يحبها. تو باش نبداو نخلطو العظم والسكر. تو هيك باش نضيف عصير البرتقال. كيما قلت لكم هذايا برتقال معصور، اللي ما عندوش يجي يعوضو بالحليب خاطر هذا يجي في الشتاء. معناتها تنجمو تعملو عصير، معناتها عصير تحبوه حلو، تحبوه طمسم، تحبوه اللي مجل الشروب معناتها نتاع العصير متوفر. تو باش نبدا نضيف في الفارينه بشويه بشويه. باش نجيب صفايه. اكيد جدا انه الفارينه متاعي نصفيوها باش كان فيها كعابر والا حاجه وبلوس تتهوى. تو نتعداو لطريقة التشكيل. باش ندهن ميم با يدي هكا بالزيت وباش نهز شوية عجين. وتو باش نحاول اني نعملها سيجارو هكا هكا حتى هكايا شوية. نعملو شي ياسر زيت هكا جوست شوية باش تعاوننا في الخدمة وبرا باش العجينة متلصقش في اليد. لان عملتو شوية طويل مش مشكل، نقصوها على 2. راهي فيه الساعة تتحل، مفماش ما اسهل منها. كون الصويبعات منقعد هكا شوية خشينة كيف ما تراو كون هكايا. تو نقصهم صويبعات صباع قد الصباع نحاول. ونرميهم في الطبيق. الطبيق هذا دهنته بالزيت باش ما يثقليش. نحطوهم هكايا لاصقين بعضهم وبعديكا كي باش يطيبوا باش يلصقوا بعضهم برجع. وبعديكا باش هكايا معناتها من قبل هكا ردوا بالكم تلصق لكم، وسعوا بالكم. هذه باش نعودها.
كان جاتكم العجين جاية زيدوا شوية فرينة، خاطر انتي ونوع الفرينة زادة. ما تطولوش ياسر كيف هكا. هذا شوي. ونكملوهم بالطريقة هذه. نكملوا نشكلوا صويبعات القدو متاعنا الكل ونحطوهم جنب بعضهم. مالوريزمون مقطع الفيديو مقيتوش. على كل بعد ما نكملوا نشكلوهم ندهنوهم باصفر عظم، هكا نشدوا اصفر عظيمه ونزيدوه هكا شويه حليب مغرفه ولا مغرفتين حليب وندهنوه باصفر العظم ونرشوا عليه جلجلان. جلجلان مستحسن يكون مقلي، وندخلوهم للفور على 180 درجه 3 ساعة هكاك، ونطلع عليه نلقاوها هكا خذا لون احمر وذهبي مزيان. نطفيو النار. وهذا الجاتو ولا البسكوتو متاعنا حضر كيف ما تراو، خذا لون ذهبي مزيان، القهوة الصباح والا لمجة الصغار، هشوش وبنين. وتويكا رمضان على الابواب، تجمو تعملوه وتحطوه يقعد حتى 3-4 شهور ما يصير له حتى شيء. نتمنى انه الريسيت متاعي اليوم عجبتكم. اللي عجبته الريسيت يضغط على زر الاعجاب ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. اللي عجبته الريسيت يضغط على زر الاعجاب، واللي اول مره يزور القناه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وتوا كنقول لكم الى اللقاء في وصفه قادمه شهيه طيبه.